قارئنا لهذا اليوم وضيفنا العزيز القارئ محمد الملاح، إذا كان جاهز معنا عبر الهاتف. نعم، السلام عليكم شيخ محمد. وعليكم السلام ورحمة حياك الله وبركاته. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. حياك الله في برنامج استراحة شيخ محمد في برنامج استراحة بينات. بداية شيخ محمد، يعني على أي مدرسة تعلمت تلاوة القرآن الكريم؟ لا شك جمهورية مصر العربية هي حافلة بالقراء والمدارس القرآنية، على طريقة من؟ على مدرسة من؟ نعم. والله أنا قديما في البداية يعني منذ النشأة وأنا كنت أستمع لفضيلة الشيخ شعبان الصياد والشيخ راغب مصطفى غلوش، واستمعت أيضا وكنت محبا لفضيلة الشيخ يعني الشحات محمد أنور. نعم. ويعني برضو كنت محب لبعض القراء من الرعيل الأول أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصمد والشيخ مصطفى اسماعيل، إلا أنني لم أقلدهم يعني، لكن كنت محب ودائم الاستماع إليهم، فهم يعني علامات بارزة مضيئة في دولة التلاوة. أحسنتم. طيب شيخ محمد، يعني خليني أستفيد من حضرتك ويعني من خلال هذا الاتصال. القارئ المبتدئ إذا أراد أن يقلد أحد القراء، يعني برأيك من هو أكثر القراء خلينا نقول بساطة، أو من هو أسهل بتعبير أصح، يعني من هو أسهل القراء تقليدا؟ يعني أنا إذا ما عندي ذيك المعرفة النغمية الكبيرة وما عندي ذاك الاطلاع النغمي الواسع، هل من الممكن أن أقلد أي قارئ يعني يكون أسهل وأقرب، وقارئ خلينا نقول ما عنده ذلك التكلف وذلك التفنن في الأداء القرآني؟ شوف يا أخي العزيز، هو المشكلة إنه كل خامة وكل صوت بيبقى بيميل لقارئ معين، أو فيه صوت أو خامة تتماشى مع قارئ معين أو قارئ مناسب. يعني أضرب لحضرتك مثال. نعم. في خامة ينفع تتماشى مع أداء الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله، فيقلد الشيخ عبد الباسط بسهولة وبسلاسة. ما ينفعش الخامة دي تمشي مثلا مع الشيخ مصطفى اسماعيل رحمه الله، ما ينفعش تمشي مع خامة الشيخ الشحات أنور. فبالتالي وكذلك في خامة تانية تنفع تقلد الشيخ البهتيمي رحمه أو الشيخ الطبلاوي، وما يعرفش يقلد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. فكل واحد أولا قبل الموهبة يعني هي بتبقى خامة صوت وأداء ومساحة صوتية من خلالها يقدر إن هو يقول للقارئ ده أو ما يقولش للقارئ ده. يعني مثلا شيخ مثلا مبتدئ لسه وعاوز يعني يقلد شيخ معين يمشي، فبالتالي بيبحث عن مدرسة قريبة من مساحة صوته أو قريبة من إحساسه أو قريبة من أدائه، يقدر يتجول حواليها كده علشان يطلع أجمل حاجة ويطلع أجمل أداء، يبقى قريب من هذه المدرسة. لكن مش هجيب أي شخص كده وأقول له قلد لي فلان، الشيخ أبو مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ لا. هو كل واحد بيشوف هو يقدر يعني يأدي حول مدرسة وبيأدي، يشوف اللي يمشي معاه لكن مش هجيب أي شخص كده وأقول له قلد لي فلان، الشيخ أبو مصطفى اسماعيل، الشيخ عبد الباسط، الشيخ لا. هو كل واحد بيشوف هو يقدر يعني يأدي حول مدرسة وبيأدي، يشوف اللي يمشي معاه نعم. طيب شيخ محمد، ذكرت أنك بدأت على طريقة القارئ شعبان الصياد رحمه الله، هل لا زلت مقلدا للقارئ شعبان الصياد أم اتخذت أسلوبا خاص بك؟ والله أنا أحاول أن أتخذ يعني منذ فترة أسلوبا خاصا فريدا في الأداء لا أقلد فيه أحد. ما شاء الله، جميل. لأنني دائما أقول المقلد محيي لغيره مميت لنفسه. أقلد ليه؟ أنا كنت أقلد في البداية، ما دام قلت بقى واتدربت واتعلمت خلاص بقى خد مدرسة لنفسك. يعني تعتبر الاستمرار على التقليد أمر خاطئ يميت القارئ؟ خاطئ جدا، خاطئ جدا. ليه؟ خلاص انت في البداية عشان لسه بقى مبتدئ، مش ليس محترفا ليس وهكذا بتمشي بقى تقلد. لكن خلاص ما دام أديت والصوت خلاص واتدربت وبقى عندك مساحة صوتية وبقى بقيت بتسمع ودنك نظيفة بتعرف الأداء، خلاص خد بقى مدرسة لنفسك، خلي الناس بقى تقلدك يعني حتى فعلا تحيي نفسك لا تحيي غيرك. أحسنت. طيب يا شيخ محمد، وكمان تبقى عملت حاجة جديدة يعني تبقى
يعني في يعني انضميت لجيل جديد من جيل مدارس التلاوة الجديد. نعم. أحسنت. طبعا هذا الكلام شوقنا كثيرا لأن نستمع. انما لو عاوز اسمع المقلد اللي انا كنت بقلده، طب ما بيسمع على اليوتيوب، على الشرائط، في اي مكان. يعني اشمعنى هيجي يسمعني انا ويسيب الاصل؟ يعني انا لو بقلد الشيخ عباسط هيجي يسمعني انا ويسيب الشيخ عباسط؟ نعم. نعم، جيد.